لو عايزة تعملي طاجن تورلي باللحمة بالعظمة دي، طاجن جميل جدا وسهل في الكيس الحراري، ما بهدلناش الدنيا وطلعنا طعم ممتاز. تعالي اقولك على التريكات البسيطة اللي هتديكي طعم حلو، واللحمة هتكون دايبة وجوسي جميلة قوي في الطريقة دي. اول حاجة بجيب علبة زبادي، هنزل عليها بشوية بهارات هكتبها لكم تحت الفيديو. تمام، هنقلبها مع بعض كويس، وهنبتدي نكون مقطعين اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شفتوا في الاول كده. وهقلب المكونات بتاعتي دي وهنزل عليها بمعلقة عسل ابيض، لو متاح عندك هتنزلي بيها. الزبادي والعسل كل دي حاجات بتخلي نسيج اللحمة يبقى طري وتبقى جميلة قوي. تمام، اللحمة اهي اتخلص من اي سوائل فيها، وهنزل بيها في التتبيلة بتاعتي دي، وهسيبها شوية تتبل في التلاجة. تمام، ساعة او ساعتين قد ما تقدري تسيبيها، هتاخد طعم حلو قوي في التتبيلة. هنيجي بقى نجهز هنا معايا 3 بصلات مقطعاهم جوليان، هنزل عليهم برشة فلفل اسود وملح، وهبتدي اقلبهم كويس. وهرجع تاني للحمة بعد ما اتبلت. انا كنت تبلت اللحمة ودخلتها التلاجة، قعدت حوالي ساعتين، وقبل ما اطلعها على طول عشان اشتغل فيها قطعت البصل ده بالشكل ده، وابتديت بقى اقلبه فيها. ونيجي هنا في برام على النار، هننزل بمعلقه سمنه كبيره، معلقه مهرمه كده او معلقه ونص. واول ما تسخن خالص واحس ان هي بقت سخونيتها عاليه، هنزل باللحمه بتاعتي عشان اديها صدمه وما تطلعش اي سوائل. تمام، احنا على نار عاليه. اول 5 دقايق هشتغل على نار عاليه، بعد كده هنبتدي نهدي النار حاجه بسيطه، يعني هنخليها مايله للمتوسط. وهبتدي كل دقيقتين 3 هقلب في اللحمه بتاعتي. تمام، لحد ما توصل لتوتال وقت ربع ساعه بالظبط. انا هدي مده تسويه ربع ساعه بالظبط من فوق. تمام، بعد ربع ساعه ببتدي اطفي النار. تمام، انا مش بغطيها ومش بسيبها، كل دقيقتين 3 رايحه جايه بقلب فيها ربع ساعة، وهنطفي النار ونكون هنا جهزنا الخضار بتاعي. قطعته سميكة عشان يستحمل التسوية في الفرن. تمام، حطي الخضار اللي انت حباه. انا كنت عاملة كيلو الا ربع لحمة قصادهم كيلو الا ربع خضار، وعلشان نبهر الخضار بتاعي ويطلع من الطعم نزلت عليهم بملح وفلفل اسود و7 بهارات او بهارات لحمة. تمام، وهقلب الخضار بتاعي كويس. تمام، الخطوة دي بتخلي الخضار عندي متطعم. وهنزله في الكيس الحراري تحت اللحمة، يعني انا الكيس الحراري ده ببتدي احط اول حاجة فيه الخضار. تمام، ده كيس مقاس كبير. وبعد ما حطيت الخضار هبتدي انزل عليه باللحمة بعد ما سيبناها ربع ساعة سوا على النار. اهي كانت خدت نسبة تسوية. الصدمة بالنسبة بسيطة من التسوية دي بتطعم لي الخضار وبتدي نتيجة احلى كتير من ما نحط اللحمة نية. وهبتدي اوزع اللحمة على الوش. تمام، مش عايزاها تكون جوه الخضار، انا عايزاها زي ما انا حطاها على الوش، علشان تنزل السوائل اللي فيها في السوا وتطعم لي اللحمه وتدي طعم حلو قوي ليها، تطعم لي الخضار وتدي طعم حلو قوي ليه. وانا هنا نزلت بكوبايه ميه. تمام، وبدات اوزع الميه معايا جوه الخضار واللحمه، وهكون مسخنه الفرن معايا على درجه حراره 180. تمام، ما تحاوليش تعلي النار عن كده علشان اللحمه تستوي كويس وما تبقاش، يعني ما تلسعش الخضار وتكون من جواها نيه. وهقفل الكيس بتاعي، وانا مش بخرم الكيس الحراري، انا بقفله بسيبه زي ما هو. ما تخافيش ولا هيفرقع ولا اي حاجه، انا بسوي طول عمري اي حاجه في الكيس الحراري من غير ما اخرمه خالص. والفرن اوسط، وفرن اوسط على درجه حراره 180. هتسيبيه لساعه، بعد كده نبتدي نبص عليه، لو الدنيا تمام خلاص. لو بعد الساعة لقيتيه محتاج سوا تاني دخليه، بس الافضل ان احنا هنطلعه بعد الساعة علشان ما يتهريش مني. وانا ساعتها هحدد ممكن يحتاج 5 دقايق كمان، ربع ساعة. ولو حابين تديله لون اكتر من كده، انا شفت اللون دوت بالنسبة لي كان حلو جدا. لو عايزة تفتحي الكيس اكتر من كده وتديله لون تحت الشواية زي ما انتي حابة، مع شوية رز ابيض او رز بشعرية وبألف هنا.